الا كتعيش في واحد المحيط سلبي وسام، اكيد غتلاحظ عندك هاد الاثار اللي غادي نهضر عليها، على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه للاسف، اللي كتحول مع الزمن الى امراض مزمنه خطيره ومميته. الله يحفظني ويحفظكم. اول حاجه وهي ستريس اللي ولا شادك، كتعيا ما كتقلب على الراحه والو ما كتلقاهاش، ديما حاس براسك مشدود وما مرتاحش وما عندك القناه لحتى شي حاجه. ثانيا، من كثرة ما سمعتي من الآراء السلبية عليك، ولات الثقة بالنفس عندك منعدمة، مع أنك ما عمرك ما كنتي بحال هكا، كتحس بقيمتك غادي وكتنزل الأرض. ثلاثة، داكشي كاع اللي كان كيفرحك من شحال هادي والو ما بقيتي كتلقى فيه والو غرام المتعة، وليتي كتشوف الدنيا بنظرة كحلة، وما بقى عندك لا صبر ولا تقبل، وليتي عامر 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 عامر، وخاصك غير فين تجي واحد الحاجة كتفرقع. حتى الحوايج اللي كنتي كتحماق ديرهم ما بقى عندك حتى شي حماس تجاههم، ولا كل شي عندك بحال بحال. ومن كثرة ما حكمت عليك الناس بالسوء، وليتي كتخاف دير اي حاجه جديده، وليتي خايف لا تغلط حيت الناس ديما كيهزوك بالاخطاء. والا بغيتي تجاوز هادشي خاصك لابد ما تجلس مع راسك وتهضر مع راسك مزيان، وتعاود دير حساباتك، ودير واحد الغربال رقيق باش تغرب الاكثريه وتخلي الاقليه اللي غتزيد بك القدام. ضروري تورك على راسك، حيت البدايه غتكون عندك صعيبه، ولكن مع المثابره اكيد غادي ترجع كيف كنتي في الاول واحسن.